هؤلاء الأخوة في موقع المسؤولية ويحققون آمال. ثقوا، هناك يتيم ينظر إليكم. هذا لا أستدر دموعكم، لا، إنما أريد أن أحملكم مسؤولية. هناك يتيم ينتظر، هناك أرملة تنتظر، هناك عائلة شهيد تنتظر، طائفة من المعاقين ينتظرون، حفنة من الفقراء ينتظرون. هذه كلها أنتم مسؤولون وأنتم قادرون، لكن لا أعرف لماذا أنتم تكتفون أنفسكم بأنفسكم. اكسروا هذه القيود وسترون أن هذا البلد بلد يستحق التضحية. اكسر هذا القيد، لا أعرف أنت بأي شيء تقيد نفسك، مهما تكن، المهم أنت في هذا البلد. اكسر هذه القيود يا أخي وانهض نهضة قوية. البلد الآن ينتظر همتكم، ينتظر حقيقة ما نسمع ونريد أن نرى. البلد عندما يمر بهذه الأزمات ماذا يرى؟ يحب أن يرى المسؤول هنا وهناك ويواعد ويفي. هذا صعب، لا حقيقة هذا الأمر صعب عليكم. لا تختلف بلدان العالم كيف تحل مشاكلها الأساسية. الإنسان عندما يضع رأسه على الوسادة هذا تاريخ يكتب له، لا يجعله يكتب عليه. البلد الحمد لله بلد قوي، وبلد فيه خير، وبلد مستعد، وبلد شهداء. نحن قلنا بلد الشهداء بلد يحب أن يحيا، بلد يحب أن يعيش. الناس بحمد الله تعالى تحب أن تحيا، لكن ساعدوه، مدوا أيديكم لهم. حاجات صدقوني حاجات بسيطة، لكن لابد أن أنتم تكبرون المشاكل وتعطوها أكبر من حجمها، وتبقى يأتي فلان وفلان وفلان حلول مشاكل. لا توجد مشكلة بالأحد، نصبر، لكن أعطونا طريق واضح، خطة طريق واضحة، وابدأوا بالتنفيذ. نصبر 10 سنوات، نصبر على الكهرباء، صبرنا، لكن الدم لا نصبر عليه، هذا موت. اجعلوا الناس تتفاءل، لا بالشعارات. إياكم لا تخدعوا الناس بالشعارات، اجعلوا الناس تتفاءل بالعمل. نقول نعم هذا إنجاز وهذا، أنا لا ألغي الإنجازات، هناك عمل، لكن لا يرقى بمستوى عطاء الناس. عطاء الناس كبير، عطاء الناس كثير. العراق أهل وفاء، أعطوا كل ما عندهم ويعطون، لكن لا بد أن يروا منكم معاشر الساسة، يروا منكم خير. أنا أشيمكم، أستنهض فيكم هذه الهمة، أكثر من هذا ما أقول. أنتم في مواقع مسؤولية متعددة، تنازل لأخيك، تنازل. هذا الشحن ماذا تريدون؟ تحصل هناك حرب طائفية، يحصل هناك حرب قومية لا قدر الله، حرب طائفية لا قدر الله، ماذا تريدون؟ واقعا لابد أن أسأل، أحد يدفع لكم حتى تصرحوا هكذا؟ أنتم تربيتكم ليس من البلد. أسأل، هذه أسئلة تثار. من يدفع لكم؟ من الداخل؟ من الخارج؟ ماذا يريد هذا الدافع؟ لماذا يجعلكم أنتم حطب لناره؟ لماذا؟ العراق بلد متناسب سكانا وأرضا، أهلنا جميعا في كل بقعة. تعالوا بهذا النفس. على كل حال إخواني، واقعا هناك مرارة واقعا لكن الأخوة لازلنا نستنهض فيهم هذه الهمة. إن شاء الله تعالى بقيت هناك همم، وبقيت هناك حالة من حالات الإقدام نحو مستقبل هذا البلد. عسى الله تعالى أن يرينا في هذا البلد كل خير. على كل حال نسأل الله. الأمر الثاني، ما تزال أيضا حالة اللامبالاة واللا اكتراث بما يحصل في البلد، أو أحيانا إذا حصل شيء من الاكتراث والاهتمام فإنه لا يتناسب مع حجم المشكلة والأزمة التي يمر بها البلد، ولا تتخذ الخطوات المطلوبة.
بتعبير آخر لا يوجد قلب محروق على هذا الشعب المسكين، وبالتالي ستبقى خصوصا هذا الوضع الذي نعيشه وسقوط المئات بل الآلاف من الضحايا من الشهداء والجرحى، وما يعقب ذلك من ازدياد عدد الأرامل والأيتام والنتائج والتداعيات الأخرى، يبقى هذا المسلسل مستمرا. في دول أخرى ماذا نرى حينما تحصل مثل هذه الحالات؟ استقالات لوزراء أحيانا، محاسبات حتى على مستوى مسؤولين كبار وعلى مستوى وزراء وعلى مستوى قادة، وتتخذ الإجراءات المطلوبة بحقهم. ولكن ما نجده هنا ليس إلا فقط خروج المسؤولين المعنيين والجهات المعنية في وسائل الإعلام لكي يبرئ كل واحد نفسه من تبعات هذه المسؤوليات وهذه الإخفاقات وهذا التردد فقط. يريد أن يبين للناس أنني لا أتحمل المسؤولية، أنني بريء من التقصير والإخفاق في هذا الموقع.